السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم، ويعني متجمعين دايما في الأيام اللي كلها بركة وخير وفرحة يا رب آمين. دي الحلقة الرابعة اللي بنتكلم فيها مع بعض على الأسئلة اللي بتجيلنا وردودنا عليها، وإن شاء الله تكون الردود يعني إيه مفيدة ليكم وممتعة في نفس الوقت. إحنا يهمنا ده جدا. السؤال بتاع المرة دي بيتكلم عن أحجام المصريين القدماء. في إشكالية كبيرة بتحصل لما الناس بتبص للتماثيل، خاصة التماثيل المتعلقة بشخصيات زي رمسيس الثاني أو زي حتى ابن مرنبتاح اللي مستولي على بعض التماثيل، أبوه عمل لنفسه تمثالين ثلاثة كده، وطبعا إمنحوتب الثالث يمكن أكبر تماثيل معمولة من حجر واحد في تاريخ البشرية كلها. تاني حجر واحد، هي تماثيل موجودة في الحضارة المصرية القديمة، سواء تماثيل إمنحوتب الثالث زي اللي هم تمثالين منه مثلا اللي موجودين في الأقصر، او تماثيل رمسيس الثاني. يمكن اشهرهم التمثال اللي اتكسر في الرمسيوم اللي فاضل حاليا كمان، اللي مترمم او اللي نايم على المترمم في مدخل المتحف الكبير، او اللي نايم على ظهره في متحف ميت رهينة. كلها تماثيل ضخمه جدا. بل إمنحوتب الثالث كمان ليه اكبر تمثال مزدوج. يعني ايه؟ يعني هو ومراته الملكة العظيمة التقيلة القدرة القوية في المتحف المصري اللي في التحرير، اللي يروح هناك يلاقيهم في وشه دول اكبر تمثال مزدوج معمول من حجر واحد. كمان في عندنا اكبر تمثال انثوي لواحده ست معمول من حجر واحد. في واحد موجود في المتحف الروماني طالع من الاثار الغارقه، فبالتالي مش عارفين بتاع مين، بنرجح ان هو بتاع ايزيس او كليوباترا، هي واخده شكل ايزيس، الله اعلم، مش متاكدين لان الكتابه اتمسحت بسبب الملح. لكن اكبر تمثال من حجر واحد احنا عارفين بتاع مين، هو تمثال ميرت امون اللي هي كانت بنت رمسيس الثاني، واللي موجوده في اخميم. عشان كده بيسموا التمثال ده تمثال العروسه، وبيسموا المعبد بتاعها معبد العروسه في اخميم في سوهاج. احنا عندنا تماثيل ضخمه جدا. عندنا كمان الرسوم اللي بتترسم في النقوش، بيرسم احيانا الملك ضخم جدا وجنبه العمال يبقوا او الموظفين او الجنود يبقوا اقل في الحجم. الحقيقه ده ساب انطباع عن المصريين القدماء كانوا ضخام جدا. لكن الافيه ان انت بتلاقي زي لكل ملك تمثال ضخم بتلاقي له تماثيل تانية صغيره، وبتلاقي الملك نفسه يعني رمسيس الثاني مثلا في التمثال الشهير بتاعه اللي في المتحف بتاع المتحف المصري الكبير، راسم زوجته اللي هي بنت عناد، زوجته وبنته بنت عناد واصله لغايه ركبته. طب كان متجوزها ازاي؟ ما ينفعش طبعا. بنلاقيه برضو عمل نفس الحركه في المتحف بتاع ميت رهينة، وراسم امير من الامراء بين رجليه برضو يا دوبك واصل ركبته. برضو في المتحف الكبير في الناحيه الثانيه في امير برضو، بس مش عارفين اسمه ايه لانه ممسوح. يعني كلهم بيعملوا الحركه دي، بيعملوا تماثيل لزوجاتهم او ابنائهم او امرائهم صغيرين جدا. هو ايه كان بيكبر اثناء الحكم مثلا، يتولد صغير وبعدين يكبر؟ طب لما الملك نفسه يعمل لنفسه تماثيل مثلا من المعدن ولا بتاع، ولا تماثيل أشابتي بتاعته يعملها قد كده، ايه لما نروح لتوت عنخ امون مثلا ونلاقيه عمل لنفسه تمثال، نروح متحف الكبير هيلاقي تمثال اللي معمول على العصايه من فوق اللي حاطين له ماجنيفيكيشن جلاس، يعني حاطين له عدسه مكبره عشان يشوفوا تفاصيل التمثال. هل معنى ذلك ان توت عنخ امون كان بيكبر وبيصغر؟ الحقيقه ان المرجعيه الواضحه والقطعيه لاحجام المصريين القدماء اللي ما ينفعش نلخم فيها هي ايه؟ هي المومياوات بتاعتهم. طبعا حتى لو بصينا للتوابيت بنلاقي ان المصري القديم بيحط الموميا جوه تابوت، وبعدين يحطها جوه تابوت اكبر، وبعدين يحطها جوه تابوت اكبر، وبعدين يحطها جوه مقصوره، وبعدين يحطها جوه مقصوره تانية حسب قيمتك. يعني توت عنخ امون ليه 5 مقاصير و3 توابيت. فانت لو شفت المقصوره الاخيره هتلاقيها عامله زي الاوضه الكبيره جدا اللي هو ساركوفيجاس بالانجليزي، بقى اوضه كبيره جدا. فتتخيل ده ايه؟ ده الحجم الملك الضخم قوي اللي مدفون جوه ده. تلاقيه في الاخر حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه، تلاقي الموميا بتاعته حوالي 157 سم طول. المومياوات بتاعت الملوك موجوده، ومومياوات الناس كمان موجوده. يعني ايه؟ في مومياوات لملوك وفي مومياوات لنبلاء. لقينا حاجات كتير من دي. بل لقينا قبل الاسرات هياكل عظميه زي هيكل العظم بتاع انسان نزلة خاطر اللي موجود حاليا في متحف الحضاره، والهيكل العظمي بتاع طفل الترامسه اللي برضه موجود في متحف الحضاره بس مش معروض للاسف لان هو يعني هش جدا وبيرمموه الاول.
دول بيرجع اعمارهم ل 55,000 سنه و35,000 سنه، ارقام بعيده قبل الاسرات، يعني قبل الاسرات بكثير. لكن في الاخر الناس دي كلها اطوالهم عاديه جدا. انا عايز اقول لكم المفاجاه ان متوسط طول المومياوات اللي لقيناها 157 سم للرجاله و148 سم للستات، هنقول 160 و150، يعني كانوا اقصر مننا. الموميا بتاعت تحتمس الثالث الامبراطور العظيم اللي كان معلم على الارض كلها في وقته، كان رعب الارض ده، كان 168 سم، يعني وصل لغايه هنا تقريبا. رمسيس الثاني الموميا بتاعته هي من اطول المومياوات 173 سم. طب بعض الناس بتقول لك اصل الموميا كشت مع الوقت. ماشي، الموميا كشت، العظم كمان هيكش. يعني افترضنا ان اللحم اللي بره قل، العظم هيكش. هيزيد ايه عن العظم؟ هيزيد سنتي؟ العظم موجود ما بيكشش. ولو افترضنا ان العظم بمعجزه ما غرائبيه كش. العظم اول خطوه في التحنيط، طبعا التحنيط بيحصل فيه كذا حاجه. اخر خطوه التحنيط بيتلف بقماش من الكتان، والقماش دوت بيتعمل عليه ماده اسمها الراتنج اللي هي نوع من انواع القطران، فبتخلي القماش كله ماسك في بعضه. فلو الموميا كشت القماش ده هيرهول، يعني بص لاقيه كده مرهرط على الموميا، مش كده؟ كل الكلام ده مش موجود. هو المبهر ان عندهم منجز ضخم. امال البنايات الضخمه دي بيعملوها ضخمه كده ليه؟ هل يعمل معبد ضخم كده ليه اذا كان هو كله طوله على بعضه 160 سم؟ وممكن اقصر طبعا لان المتوسط 160، يعني في اقصر وفي اطول. بقى ليه يعمل معبد ضخم بالشكل ده؟ خلينا نروح لحته تانية، لمنطقه تانية دينيه برضو عندنا في تاريخنا بحبها جدا، هي المنطقه الاسلاميه بالذات في عصر المماليك، ونروح نشوف جامع من اشهر الجوامع الاسلاميه المملوكيه، اللي هو جامع السلطان حسن، اللي بلغت قيمه هذا الجامع ان اللوفر لما حب يعمل قايمه باجمل 10 مساجد في العالم. ده متحف اللوفر عمل قايمه باجمل 10 مساجد في العالم. كانت ايه القايمه دي؟ كانت القايمه نمره 1 فيها السلطان حسن، ونمره 2 ابن طولون بالمناسبه. يعني طبعا هو في جوامع بعدهم اتعملت اجمل منهم بكتير، لكن الجوامع دي في عصرها ما كانش ينفع تتعمل بالبساطه دي. السلطان حسن وصلت من شهرته ان باراك اوباما لما جه يزور مصر طلب ان هو يروح يزوره، يعني كنموذج رائع لاهم الجوامع الاسلاميه المبهره والجميله. بوابه الجامع ده قد ايه؟ ارتفاعها 37 متر. هل معنى ذلك ان المصريين في عهد السلطان حسن في عهد المماليك البحريه كان طولهم يعني 35 متر عشان ما يخبطوش في السقف؟ الفكرة بس ان الناس بتحب ان هي تعمل البناء الديني ضخم جدا مما يعبر من وجهة نظرهم عن عظمة المعبود، وفي نفس الوقت عشان تحس انت بالضآلة وانت داخل قدام هذا المعبود. انت داخل بيت ربنا وتحس ان انت قد ايه ولا حاجة بالنسبة لربنا، وله يعني ايه العظمة سبحانه وتعالى. ويعني احنا بنبرئ نفسنا عن تشبيهه باي حاجة يعني، بس احنا بنفهم الناس ليه الفكرة بالشكل ده. طب المصريين بقى القدماء لما عملوا التماثيل الضخمه ديت عملوها ضخمه كده ليه؟ كان بيعبر عن العظمه من وجهه نظره بحجم النقش او حجم التمثال. فيجي الملك ومفترض ان هو اعظم واحد موجود في مصر فيتعمل ضخم جدا، مراته تاني اكتر حاجه اعلى حاجه في العظمه تبقى موجوده، او الامير بتاعه تاني اعلى اهم حاجه في العظمه يبقى موجود عند ركبته. لو عمل بقى ناس تانية يبقوا موجودين عند ركبه الامير او ركبه الملكه. ده اللي كان بيعمله المصري القديم طول الوقت، تعبير عن العظمه بالتماثيل. ولما يجي بقى بعض الملوك اللي عندهم الايجو عالي شويه، حاسين بنفسهم زياده، زي رمسيس الثاني او زي امنحتب الثالث، كانوا بيعملوا لنفسهم تماثيل ضخمه ضخمه بقى، ان احنا مش مجرد كده، لا ده احنا عظماء قوي قوي قوي. خاصه ان بعض منهم اله نفسه. رمسيس الاثنين دول الهوا نفسهم بالمناسبه. يعني امنحتب الثالث ليه معبد لعبادته في مدينه صولب في النوبه السودانيه حاليا. طبعا السودان حديثه جدا، كلمه السودان ديت حديثه، اللي عملها محمد علي واللي اسسها وخلاها مظبوطه هو خديوي اسماعيل. قبلها كانت قبائل وممالك، ما كانتش السودان. وفي لغفينه حوالين اسمها الاصلي، لان احتماليه ان كلمه اثيوبيا كانت بتاعت السودان اصلا،
لكن لما حصل الاحتلال الاثيوبي، هو ما كانش اثيوبي، كانت مملكه اكسيوم، احتلت المنطقه ديت كلها فخدت الاسم كله على بعضه. وبعدين السودان ما بقاش ليها اسم، كانت ممالك موجوده لغايه ما محمد علي عمل دوله السودان. وبغض النظر عن الاسم اللي محمد علي اختاره، وهو اسم لا يخلو من العنصريه الى حد ما، لكن بغض النظر عن ده كله، النوبه اللي موجوده في السودان كانت في الجزء بتاع الامبراطوريه اللي اسسه تحتمس الثالث، كانت تابعه لمصر. تحتمس الثالث سلم الامبراطوريه لابنه امنحتب الثاني، اللي سلم الامبراطوريه لابنه تحتمس الرابع، اللي سلم الامبراطوريه لابنه امنحتب الثالث اللي هو ابو اخناتون. ده هو اللي كان يعني امبراطور، والراجل يعني بيحكوا عنه اساطير ان هو كاتب عن نفسه ان هو مثلا كانت صيد الاسود ديت يعني صباح الخير صباح النور، بيطلع فطلعه كده يجيب 100 اسد ويرجع. كان رياضي جدا وكان حاسس بنفسه قوي، اتجوز حريم الله على الرغم من ارتباطه الشهير بالملكه تي. ده يعني دي حدوته كده، حدوته مهمه ممكن نتكلم عنها بالتفصيل، عن اخناتون وعن الملكه تي وعن منحوتب الثالث، في كده حته كده لذيذه في هناك يعني نتكلم عنها في وقت تاني. لكن ده عموما ليه في صولب اللي حاليا في السودان، ليه هناك اصلا معبد بيعبد فيه هو والملكه تي. رمسيس الثاني نفس الحركه في مناطق كتير. رمسيس الثاني كان بيحط نفسه مكان معبودات كتير، الثالوث بتاع المعبودات عند المصري القديم اللي هو المعبود يتزوج المعبوده وليهم ابن، فتبص تلاقي امون وموت وخنسو، هتلاقوا بتاح وسخمت ونفرتوم. فهو كان دايما يشيل الابن ويحط نفسه مكانه كأن انا ابن دول يعني زي الفل. ومش لوحده، برضو ابوه سيتي الاول عامل لنفسه مقصوره تعبديه في المعبد الجنائزي بتاعه اللي موجود في البليانه في سوهاج. يعني كتير من ده بس رمسيس الثاني ليه حته لذيذه والله. الراجل عامل لنفسه في المعبد بتاع ابو سمبل في الرسومات الحائطيه اللي موجوده هناك في الغرف الجانبيه، عامل لنفسه لوحات جداريه، ورمسيس الثاني الملك بيتعبد لرمسيس الثاني الاله. لو انا عجبتني لان انا بتعبد لي صح ومؤمن بيا صح، وهدخلني الجنه عشان انا راجل محترم وبعبدني مظبوط. حاجه يعني ايه، ايجو يعني. عشان كده اصحاب الايجو العالي دول هم اللي عملوا التماثيل الضخمه شديده الضخامه دي. بس انا عارف الاصرار طول الوقت من الناس على ان هم يتكلموا على ان الاحجام بتاعت المصريين القدماء ضخمه. ليه؟ لان الناس ما بتعرفش تفسر البنايات الضخمه شديده الضخامه ديت غير ان هو في ناس ضخمه. ما ينفعش يكون عندهم تكنولوجي، ما ينفعش يكون عندهم وجهه نظر، ما ينفعش يكون عندهم امكانيه على استغلال بسيط للموارد بتاعتهم بذكاء شديد جدا عشان يعملوا بالذكاء وبالعزيمه وبالاصرار، الذكاء يصل للعبقريه والعزيمه اللي تفوت في الحديد، يعملوا المنجزات العظيمه اللي زي المعابد الاسطوريه الضخمه جدا، او زي بناء الاهرامات اللي عمل كل كياح عند الناس كلها. كأننا متخيلين ان احنا عشان نبني اي حاجة لازم انت تشيل طوبة وانا اشيل طوبة ويلا بينا مع بعض. طالما احنا نقدر نشيل الطوبتين دول يبقى المصريين القدماء كانوا يقدروا يشيلوهم وهم كانوا بيعملوا كده. ما عندناش اي تخيل لاي حاجة تانية ممكن يعملوها. الورطة اللي حاصلة هنا ليه؟ لان المصري القديم في اوقات كتير ما كانش بيقول ازاي. يعني ايه؟ يعني ما كانش بيقول لنا الحاجة دي اتعملت ازاي، كان بيقول لنا بس ايه ان هو عمل. ليه؟ لان هو غرضه الرئيسي هو الحياة الحقة ما بعد البعث. فلما بيأيد حاجة بيكتب حاجة بيوثق لإيه؟ بيوثق لمنجزاته أمام المعبودات. إيه منجزه أمام المعبودات؟ أنا بنيت الهرم. إيه منجزه أمام المعبودات؟ أنا عملت المقابر بتاعت وادي الملوك. إيه منجزه أمام المعبودات؟ أنا كنت مش عارف بر بالفقراء وبطلع. دي المنجزات اللي هو حريص إن هو يأيدها. إنما التفاصيل اللي هتتعلق بالحياة الدنيا اللي موجودة ما كانش بيهتم بيها. عشان كده احنا لما نبص لآثار الناس دي، على إيه اللي وصل لنا من آثارهم؟ وصل لنا معابد ومقابر. المعابد والمقابر هم اللي بيتعلقوا بالحياة الحقة ما بعد البعث. لكن ما يتعلق بالحياة الدنيا، بيوتهم وقصورهم اللي عايشين فيها، هي فين؟ يعني أصول الملوك اللي كانوا معلمين على البشرية كلها دول، منحوتب الثالث ورمسيس الثالث ومرنبتاح، فين الأصول بتاعتهم؟ ما نلاقيهاش خالص. لا بنلاقيها. اصل اول حاجه تخطر على ذهنك ان الناس ديت كانت بتسكن في المعابد والمقابر. مش حقيقي. بنلاقيها بس انت معموله بماده زايله، فانت ما بتاخدش بالك منها قصاد العظمه اللي معموله في المعابد والمقابر. اللي زار الاقصر وزار مدينه هابو، وانا بنصح اي حد يزورها، هيلاقي جنب مدينه هابو على طول في
بواقي القصر بتاع رمسيس الثالث. مدينه هابو هي المعبد اللي عمله بناه رمسيس الثالث، عمل جنبه على طول القصر بتاعه معمول من الطوب اللبن، ماده زايله تتماشى مع الحياه الدنيا الزايله، خاصه ان الطوب اللبن كمان بتبقى داخله فيه في تكوينه الميه، والميه بتبقى جزء مهم في الحياه يتماشى مع الحياه. ده القصر اللي فيه اقدم تويلت في تاريخ البشريه نعرفه، وده موضوع تاني ممكن نعمله فيديو تاني يا مسهل. المهم بتلاقي هناك برضو في الاقصر البواقي بتاعت قصر امنحتب الثالث، بتلاقي في منف بواقي قصر مرنبتاح، بتلاقي في تل العمارنه بواقي قصر اخناتون، بتلاقي في تونة الجبل بواقي قصر نفرتيتي، بتلاقي كتير. بس الصناعه بتاعتها ما بتبقاش احسن حاجه، او معنى اخر الماتيريال بتاع الصناعه مش احسن حاجه، لان هي معموله من الطوب اللبن، الماده الزايله اللي تتماشى مع الحياه الدنيا الزايله غير المهمه. نفس الحكايه بنلاقيها في بيوت الكهنه، لو دخلت اي معبد هتلاقي حواليه بواقي طوب لبن متكسر. انا بقول لكم دوت انتوا ما بتاخدوش بالكم وانتوا داخلين في المعابد، بصوا على اللي حواليه هتلاقي بواقي الطوب اللبن المتكسر، دي بيوت الكهنه. لو رحتوا دير المدينه في الاقصر وبنصحكم تروحوها، هتلاقوا يعني كومباوند كده جميل معمول متحوط بسور لبيوت الفنانين والصناع المهره الصيع اللي بيعملوا المقابر بتاعه الملوك اللي بيرسموها وبتاع، فمعموله برضو من طوب اللبن. فإن المقابر منحوته جوه الصخر عشان تعيش. فكل حاجه تتعلق بالحياه الحقه كان بيعملها من حاجه لتعيش، انما اللي بتتعلق بالحياه الدنيا بتتعمل باي شكل من الاشكال وخلاص. الحاجه اللي تبقى حلوه ومفيده، لكن لان برضو الطوب اللبن ليه مزايا كتير جدا، لكن مش مهم تعيش، المهم يعيش هو التاني، هو دوت المهم يتوثق. عشان كده بنلاقيه ما بيقولش تفاصيل كتيره جدا عن حاجات اللي بيعملها في الدنيا، لان هو فاهم واللي قدامه فاهم، هو مش محتاج يوثق للمعبودات. يعني ايه؟ يعني احنا دلوقتي بنقول احنا بنينا برج الجزيره، ما بنجيش ونقول احنا فحتنا حفره باتساع مش عارف ايه وبعمق مش عارف ايه، صبينا فيها كام طن اسمنت، حطينا كام خازوق حديد، ما بنقولش ده، احنا بنقول بنينا برج الجزيره خلاص. طالما قلنا احنا بنينا برج الجزيره فانا فاهم وانت فاهم والمهندسين عارفين التفاصيل، انما انا مش حتى احنا مش فاهمين التفاصيل ايه. انا متخيل مثلا لو احنا والله صحيح حاجات كتير احنا عايشين فيها على فكره واحنا مش فاهمين تفاصيلها خالص نهائي. يعني مثلا هنفترض ان في آلة زمن ورجعنا بالزمن لورا، وانا قمت انا راكب آلة الزمن كده وراجع لايام مثلا الفاطميين، وعمال بقول لهم ايه، والله ده احنا عندنا في المستقبل عربيات بتمشي بسرعه. يقول لي اه صحيح، تمشي ازاي؟ ها بتمشي ازاي؟ بندوس بنزين ومش عارف. لا احنا فاهمين ولا عاملين، انما المتخصص هو اللي فاهم، والمتخصصين اللي بيسلموا لبعض. ولان الحاجات بتاعه الحياه الدنيا جزء منها الهندسه وجزء منها الطب وجزء من ما بتلاقيهاش بسهوله، بنلاقيها فين؟ بنلاقيها على شويه برديات او على شويه استراكه اللي هي شقف الفخار، دول هم اللي بنلاقي فيهم الكتابات بتاعه الحياه الدنيا، ودي ما بتبقاش بتعيش لفتره طويله. البردي يعني ايه؟ ورق ما بيعيش، بيتاثر بسهوله، لازم تعمل له سيستم عشان تحميه. عشان كده اغلب البرديات اللي بنلاقيها بتبقى فيها اشكاليات حواليها، يعني برديات شهيره حواليها لغط يعني. لا والشقف الفخار كانوا بيرموه، لقينا منه الحمد لله، بس ما كانش بيبقى كله مكتمل يعني. وعلى هذا الاساس كل الحاجات الهندسيه المبهره اللي هو عملها ما قالناش تفاصيلها. انت بتشوف رسمه في مقبره ريخ ميراع اللي هو وزير تحتمس الثالث، وزير تحتمس الثالث دي هتبقى قام رئيس الوزراء دلوقتي يعني، ده بتشوف الرسمه وهم ماسكين التمثال الضخم وبينحتوه، واقفين على سقالات وبينحتوه. هو وثق لعمليه النحت، بس ايه اللي ماسكينه في ايدهم بينحتوا بيه؟ ما قالش ماسكين حاجه بينحتوا بيها، ما هو راسمها. بنشوف نقل الاحجار الضخمه، بنلاقي حتشبسوت كاتبه في المعبد الجنائزي بتاعها ان هي كانت بتنقل المسلات بتاعتها اللي بتصل لمئات الاطنان، مئات الاطنان مش مئات الكيلوات، بتنقلها من خلال النيل. كانوا بيستخدموا الميه، يجي ساعه الفيضان ويقوم هو حاطط الحجره ديت على القوارب وتعدي وتعوم في الميه وتوصل للمكان اللي عشان كده كل البنايات الضخمه للمصريين القدماء كانت على مجرى نهر النيل. انا فاهم ان انت دلوقتي مش متخيل نهر النيل، انت شايف دلوقتي نهر النيل بالفرعين بتوعه بس، دلوقتي نهر النيل زمان كان كده غير كده خالص. نهر النيل في الفتره بتاعت مثلا من 12,000 سنه قبل الميلاد اللي هي الفتره بتاعت العصر المطير كان غول،
كان ميه مندفعه في كل حته، كان مرعب. كانت الدلتا دي غرقانه ميه، ما كانش في، ما كناش نعرف نقعد فيها بشكل حقيقي. وفي الفتره مثلا بتاعه المصريين القدماء كان في 7 فروع للنيل، اشهرهم هو الفرع الجنوبي اللي هو كان طالع لابو قير، والفرع الثاني اللي كان طالع على السويس، واللي استخدمه سنوسيرت الثالث عشان يوصل نهر البحر المتوسط بالبحر الاحمر في اول محاوله لتوصيل البحرين ببعض. نقدر نقول اول قناه سويس، مع ان هي مش قناه سويس قوي يعني. فيعني احنا عندنا اختلاف كبير في الجغرافيا عن السابق، بالذات في مجرى نهر النيل. فالنيل اللي كان واصل لكل حته دوت، والعلماء دلوقتي اكتشفوا كمان خط موازي لنهر موازي معدي على كل الاهرامات. هو جف دلوقتي بس كان موجود معدي على كل الاهرامات. ده كان بيسهل لهم ان هم ينقلوا من خلال الميه. انت مش متخيل وانا مش متخيل ان الميه ممكن تشيل ده كله. انا فاهم. انا برضو لما جيت اتكلم في الطفو في الاول، كنت فاكرين في اول فيديو لما قلت لكم لو رمينا مسمار في الميه هيغرق، وسفينه من الحديد وزنها 40 طن هتعوم، اكيد ده مش حديد. وقلت لكم ان انا دلوقتي اتكلمت بدون علم على الاطلاق في قوانين الطفو، فبهيس وصلت للشلاحات ما وصلتش لاي حاجه مظبوطه، لان لازم يكون عندنا حد ادنى من العلم. فاحنا عمالين بنهري واحنا ما نعرفش اي حاجه في الطفو، ما نعرفش اي حاجه في دفع الميه، ما نعرفش اي حاجه صراحه يعني. في الاخر هو راسم ده، حتشبسوت رسمه نقل المثالات بتاعتها، سحراء عامل نفس الحركه، ونس عامل نفس الحركه، دول ملوك كلهم موريان لك ان ازاي النقل كان من خلال الميه. طب في نقل تاني كان بيستخدم؟ في نقل ايه؟ كان النقل من خلال الجر على الزحافات. كانوا يعملوا زحافه، والزحافه ديت يجيب جذوع شجر تحتها، وبعدين يبقى في ناس قدامها بتكب ميه عشان تخلي الرمله تقعد شويه، وناس عماله بتنقل جذوع الشجر من ورا لقدام، وعاملين مدكات طوب مرصوص فوق الرمله ديت عشان يثبت الطريق، وهم عمالين بيجروا الاحجار الصلبه فوق الزحافات ديت. بيجرها كام واحد؟ كتير جدا. بنشوف دوت مثلا في مقبره زي مقبره واحد اسمه جحوتي حتب في البرشه في المنيا، راسم ده، راسم نقل التماثيل الضخمه بشكل كبير جدا، موثقها. فاحنا عندنا الطريقتين دول في النقل للمصري القديم وراهم لنا وما قالناش تفاصيلهم، وبنلاقي الزحافات موجوده، وبنلاقي الجذوع موجوده. اللي يروح الاهرامات هيخش على المتحف بتاع الاهرامات، اهرامات الجيزه بتكلم، هيخش على المتحف اللي معمول جديد. في الاول هيلاقي الجذوع موجوده، هيلاقي الزحافات، نماذج الزحافات موجوده اللي لقيناها في عمال المقابر. النموذج للطرق اللي بتتعمل علشان الجر عليها، اللي بتحط عليها الطوب عشان تتزحف، طريق قطراني اللي كانوا بيجيبوا من خلاله البازلت. لان الهرم الاكبر فيه 3 انواع صخور: صخر جيري ده اللي معمول منه اغلب الهرم، ودوت مقصوص من الهضبه نفسها، وبنلاقي الاماكن بتاعه القصه موجوده هناك بشكل واضح، خاصه جنب هرم خافرع بشكل واضح، وموجود السيستم ماشي ازاي، والكتابه كمان بتاعه الامور بتاعه اللي بيحصل واضح يعني، مش ما فيهوش لخفنه. والتاني، النوع الثاني من الحجر هو حجر البازلت، ده اللي عمل بالذات المعبد الجنائزي بتاع الملك خوفو اللي جنب الهرم بتاعه. هتلاقي الارضيه بتاعته لسه موجوده بازلت. البازلت ده جاي منين؟ من وادي اطراني في الفيوم، يعني جرجروه من وادي الاطراني في الفيوم. ده اللي فيه اقدم طريق معبد في تاريخ البشريه يعني، وصل لنا، اللي هو الطريق اللي كانوا بيحطوا الطوب الصخر في الطريق عشان يجروا عليه ده، فعملوا طريق واصل لغايه الهرم. والحجر الثالث اللي معمول له هو الحجر الجرانيت اللي عامل حجره الدفن بتاعت الملك وحجرات التهويه اللي فوقه، وده جاي بالنيل من اسوان او جنوب اسوان كمان. فالمصري القديم وثق لده، لكن ما قالناش تفاصيل كتير عن ايه التفاصيل اللي بيعملها. ده عمل حيره عند الناس، فقال لك الحل ايه بقى؟ ان هو ما نقلهاش كده، احنا كنا بنشيل هيلا بيلا زي ما بنشيل شوال الرز كده، 2 قصاد بعض، ويقعدوا يمشوا كده ماشيين ان شاء الله احنا شايلينه من طول المسافه اللي احنا هنمشيها 2 3 كيلو ولا بتاع، لغايه ما نوصل ونطلع الحجر ونحطه فوق. فبالشكل ده مش هينفع نعمله واحنا باحجامنا دي، فما بالكم المصريين القدماء كانوا اقل مننا. فلا، لازم يكونوا المصريين القدماء كانوا ضخام وكبار وحاجه كده ايه، حاجه مبهره. ده اللي وصل الناس ان هم يتكلموا على ان اللي بنى الاهرامات هم قومعات مش المصريين القدماء. ده سؤال تاني جالنا وتعليق تاني جالنا، وهنتكلم عنه في الفيديو الجاي ان شاء الله.
من الشخصيات فائقه الاهميه اللي انتوا لازم، مش لازم، مفيش حاجه لازم يعني، اللي انا اتمنى تكونوا بتتابعوها، لان هو بيطرح طرح علمي مهم. كل الشخصيات اللي انا بقولها ديت بتعرف تقرا مصريه قديمه، هيروغليفيه بالذات، يعني سواء حنان ردوبيس او سواء هاني غالي، سواء دكتور عمر صلاح اللي انا بنصحكم بمتابعه صفحته. هم مهمين جدا على مستوى اللغه المصريه القديمه، فاهمين فيها كويس جدا وبيعرفوا يقراوا فيها وبيشتغلوا على نفسهم فيها. دكتور عمر صلاح احد المرجعيات اللي انا برجع لها كل ما بتزنق، وكل ما بعوز اخد داتا اكتر تكون داتا موثقه الى حد كبير. كل سنه وانتم طيبين، ونتقابل الفيديو الجاي مع قوم عاد.